المرأة القوية سيدة نفسها، عجوزة بعقلها، طفلة بروحها، رجل بمواقفها. قد تتحطم بعض الشيء، ولكن بإصرارها تستعيد ذاتها، وبصبرها تهزم صراعاتها، وبعزيمتها تتفوق على ذاتها. فهي ملكة بمواقفها لا بعمرها. صباح الخير. مادام جبت عليكم لا راني نزلت بخير ولا خير، ما قال لي والو، نزلت عايشه، ولكن غادي نعاود لكم القصه وغنعاود لكم داكشي اللي وقع معايا. صراحه كامل غادي تسمعوه معايا بالخط العريض، وهذا الكلام اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو بغيتكم تعقلوا عليه، عقلوا عليه مزيان، لانه راه قد ينفعكم ولا ينفع حتى شي حد عندكم في هذه البلاد. خلوكم معايا. اختي الاجواء الصباحيه في شوارع ايطاليا اجواء زوينه. شوفوا الناس يلا كيفتحوا البيران اللي هما الكافيه اللي هما القهوه. عندكم اللي شي وحده تشعبط فيا ولا تعلق فيا تقول لي امي ما كتمشي للبيران. المهم اختي الدنيا زينه صراحه، الجو زوين. كانت سحاب اليوم الصباح، شو راهي مازال كاع كتصب تقريبا. هذه فرماتشيه، بارا فرماتشيه، هذه لا البارا. انهضي، فالحياة لن تمد يدها لتعينك، لذا عليك أن تمسكي بيدك وتتكئي على نفسك لتنهضي. فإن ضعفت أمامها جارت، وإن هزمت بخصامها بغت. فالحياة قاسية ولا ترحم من خذل أمامها. تحركي، فما زالت حلقات مسلسل أيامك جارية بقناة الحياة، ولن تنتهي حلقاته إلا حين يموت البطل، وأنت ما زلت على قيد الحياة. فاحذري أن ترضي بدور الضحية، واختاري دائما أن تلعبي دور البطولة والبسالة في وجه الحياة. حاربي ولا ترضي بأقل مما تستحقي. قاتلي قسوة الحياة وعاندي بؤسها، فأنت عظيمة وتستحقين هذه الحياة. وها أنا اليوم أكثر صلابة ونضجا، ما عدت أنكسر بسهولة، ما عاد يعنيني إرضاء الآخرين. تعلمت، كبرت وفهمت ألا أكرر نفس الأخطاء القديمة، وأن العقرب الذي لدغني مرة لن يتحول أبدا إلى حمامة سلام. ومن يحكم علي من الخارج حتما لا يعرف حجم الخراب الذي مررت به، فدروس الحياة لا نتعلمها إلا بعد أن ندفع الثمن. واختي نهار واش من نهار اختكم قاعده كتفتح الباب وانا ما عرفتش باللي هما بدلوا الساروس ديال الباب التحتاني ديال العماره. تصوروا انني غير الصباح فتحت به وخرجت، منين جيت لي نرجع مع ديك 12 الوحده جبرت الباب ما بغاش ينفتح لي، تميت متباركه معاه. جبرت واحد جارنا مرق من الباب، قلت له حاني خليه مفتوح، وهما غيروا الساروس. غنشري الطابع باش غنبصم كذا. Una marca da bollo. Da qua. Da 6 di CC. خاصكم تشرو ضروري معكم ملي تكونوا غتبصموا ديك باش كتبصموا هي خاصكم تشروها نتوما زعما، فهمت؟ هادشي بان لي ما عرفتش كتخرج لي سكونترينو. ندير هاد السين هي هادي، شفتوها هي باش كتبصمو وريقه. المهم مادام ورقه صغيره غنعدلها غير في البسطامه. يلا اختي زيدوا معايا الكويستو.
فرج همي وسهل امري. عرفت تلاقيت مع واحد المغربي دابا تكلم معايا بالايطاليه، شك عني ما عرفتش ايطاليه ولا لا اعلم. قال لي فين ممكن نقدر نتصور باش نخرج التصاور. بس كنشوف فيه خليته تاسل الهضره وانا نقول له انت دابا حتى مشيتي عندهم وطلبوا لك التصاور عاد باغي كتقلب فين تصور، جيبهم معك من الاول. هو يقول لي ناري مغربيه. عرفتوا وفراسكم هاد البلاصه اللي فين غادي نبصم. عرفتوا هاد الكويستور راه جات وسط الغابه، قسما بالله يا خوتي جات وسط الغابه. المابس جايبني لهنايا. المهم انا راه ماشيه تابعه غير المابس، وقيله هذه خدامه تما. شوفوا الغابه والله الا هاد الغابه فكرتني في دول البلقان فاش كنت جايه في الطريق. الدعاء اختي، الدعاء قبل ما نحط رجلي عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم في صباحي. شفتوا قلت لكم باللي هاد الكويستوره جات وسط الغابه، راهم الناس فين كيحانوا شفتوهم. هو واحد يلاه خارج تما فين كيتسنى. يا ربي لا اختي بلاتي نقرا الدعاء عاد نمشي. والخلعات القيمني اللهم في صباحي هذا اليوم استودعتك امري. صباح الخير متابعاتي، شحالكم؟ ان شاء الله تعودوا كاملات بخير وعلى الخير. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بالناس الجدد اللي انضافوا للقناه، كنقول لكم مرحبا بكم سهلا واهلا. اختكم راني مريضه ما شكيت عليكم، طرطقه فيا السخانه هنا تين فمي. عرفت راني ماني قاده حتى نتكلم، ماني قاده حتى نفتح فمي، راني ماشي دايره اللي كيقول لي شي كنقول له المهم سبحان الله امطار الخير عندنا اليوم في ايطاليا. راه كما قلت لكم عندنا السحاب. شوفوا راه راسي صبت عليه امال كاع البسطرات. عرفتوا الباربريز ديالي طبوا لي كاملين، شديتهم درتهم في البوشيطه ديالهم. المهم بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جبتكم معايا الكويستوره اليوم اللي كتب عليا مولانا انني نبصم، واخيرا غادي نحط البصمه ديالي في ايطاليا. عندي الموعد مع 9:51 ودابا راه 7 ديال الصباح بيلو. انا في نفس المكان اللي غنبصم فيه باش تعرفوا عن اختكم راهي مضبوطه في المواعيد، انا ما كنخلفش بالمواعيد. هاد القضيه شديتها من بايا، لانه حتى بايا ملي كيعودوا عنده سبحان الله شي اغراض في الاداره ولا شي حاجه كتجبرو فايق بكري، ماشي لذاك الغرض سابق الوقت بساعتين. جبتها منه صراحه. النشاط اختي والحيويه سبحان الله. هادو الايامات عندنا الزمت في ايطاليا، الزمت والحمان عرفتوا داك الحمان الشين. واليوم اللي شوفوا سبحان الله وعيت بكري، خرجت من الدار مع 5 ديال الصباح مزال الظلمه. يلا لحقت هون مع 7 لان المكان اللي صيفطوني باش نبصم فيه بعيد صراحه يا خوتي. راني سافرت ساعتين في الترام. قهوتي المفضله جينسانك الايطاليه. اللي جا لايطاليا وما شربش جينسانك بحال ما شربش القهوه. الله عرفتوا فيها واحد المذاق كتحسوا انها كتفتح لكم العينين، كتحسوا ان المذاق ديالها كيبقى زوين فيكم، ما نقدرش نوصفها لكم. المهم قهوه سميتها جينسانك، خطيره، قهوه ايطاليه. يا سلام. خلوني من ديك كابوتشينو قهوه بالحليب، ديك القهوه القاص حمى اللي كيقولوا لها كافي نورمالي، كابوتشينو كل لاتي. مانا جينسانك القهوه الايطاليه محبوبه الايطاليين ومحبوبه الجماهير. كيف قلت لكم هادو الايامات كان عندنا الزمت والحمان. اليوم سبحان الله لا صبت السحاب وكاين البرد. عرفتوا منين صبت السحاب؟ طلعت من المترو دي هي السحاب، شديت الكربيطه ديالي، قلعت الباربريز درتهم في البواطه ديالهم، شديت الكربيطه درتها فوق راسي. قلت يا ربي وبركه هذه السحاب اللي نزلت اليوم، سهل عليا وسهل على اي واحد هنايا متغرب ما عندوش الاوراق ولا كيجري فيهم وحدي بحالي انا. قسما بالله شوفوا كلشي درتو وحدي. شهاده السكن جريت عليها وحدي، كلشي عدلته وحدي يا خوتي. ولكن هذا الشيء اللي انا كتشوف فيا راه كندير اليوتيوب، هذا الشيء اللي خلاني نجري في هادو المسائل وحدي. علمني درس، فعلا عطاني درس. شنو هو الدرس اللي علمني انني نهار اللي نشد الاوراق
ويجيني شي حد يقول لي ساعديني ولا ديري معايا مارياج ولا باش حتى انا نشد الاوراق، مستحيل. انا الاوراق الا سهل عليا فيهم مولانا وقبضتهم عائلتي فقط، من غير عائلتي حتى واحد ما غيطلع على ظهري، قسما بالله حتى شي حد ما غيطلع على ظهري الا شديته، والله العلي العظيم. وعقلوا على هذا الكلام وعقلوا على هذا الفيديو مزيان. علاش؟ لانني انا هنا تعذبت عليهم، خلصت عليهم فلوس، نصر عليا فيهم، تمرمدت عليهم، تجرجرت عليهم، شفت المعاناة فيهم مع البوليس، مع الناس في الزنقة، مع الخدمة، بزاف ديال المسائل. يعني انا هادو الاوراق عشت معهم معاناة سوداء اللي ما نقدش ننساها حياتي كاملة. فنهار اللي غادي يكتب عليا مولانا وغادي نشدهم ما غادي نرحم حتى شي واحد، ماشي انانية، وانما تعبت عليهم وما وقفوش معايا. شو انا قاعد الناس اللي كنعرفهم ما وقفوش معايا، قسما بالله العلي العظيم ما وقفوش معايا، نيشان بصراحه معاكم. المهم كيف قلت لكم اختكم راهي جايه نشيطه، دابا راه 7 ديال الصباح وانا هنا متقابله مع المكان اللي غادي ندخل نبصم فيه، ولكن ما غادي ندخل حتى ل 9:51 دقيقه لان الوقت ديالي 9:51 دقيقه. بالنسبه لهذه البصمه باش انني غادي نبصم في ايطاليا اليوم كتبها لي مولانا، وما تصوروش شحال انا كنت كنتهرب من هذه البصمه ولا شحال انا كنت كنتهرب من هذه القضيه انني ما نبصمش في ايطاليا. يعني بعد مراوغات وبعد صعوبات وبعد ياسر من المسائل واخيرا سلمت راسي، جيت عندهم برجلي. انا اليوم راه جايه عندهم برجلي وشديت الموعد، راني جايه موعد. المهم جبت معايا كرابيط الكحل، راه هي اللي موقفه لكم عليها التليفون دابا. جبت معايا محفظتي، جبت معايا الباسبور ديالي. كاين شي ناس قالوا لي لا ما تديش الباسبور راه غادي يشدوك يرحلوك. ما كيرحلوش الناس هنا اللي ما كدير حتى شي حاجه. شتي الا دخلتي سوق راسك ما غاديش يرحلوك نهائيا. كيرحلوا الشمكاره، البزنازه، النصابه، الشفاره، اللي كيديروا الكازينو في الشارع كيدابزوا كيتقاتلوا مع الناس. هادو الاشكال وهادو الانواع هما اللي كيترحلوا. هما الوحده داخل سوق راسها خدامه على راسها ما غاديش تصيفط. فانا جايه بكل شجاعه وبكل قوه وبكل جرأه عندهم وجايبه باسبوري مالي وغادي نعطيه. جبت معايا الباسبور ديالي، تصورت، جبت معايا تصاور، جبت معايا واحد البارتيه هي باش غادي يبصموني بها سميتها كاع يا خوتي ناري عرفتي ديك ماركا دابولو. ماركا دابولو هو داك الطابع الاحمر. جبت معايا مالي جبت معايا شهاده السكنه او الاوسبيتاليتا. جبت معايا نسخه من واحد 2 عقود. شنو هما اللي عاد بلا مش دار الرجيم يا رب. صافي تقريبا هادشي اللي عندي، فقط هادشي اللي كاين. واني بيكم ما عرفتش واش غادي نخرج سالمه من عندهم ولا ما غاديش نخرج سالمه. المهم الا كملت لكم هذا الفيديو هي هذيك، الا ما كملتش لكم الفيديو ما شفتوني ما شفتكم. دعوا معايا دعوا معايا دعوا معايا، وان شاء الله يكون خير وسهل مولانا. عادي هذه ماشي نهايه الحياه ولا تهد الدنيا ولا يتهد الكون، نورمال. هاد الفتره كاع الناس قبل مني دازوا منها ودا الشيء، وانما كتكون شويه ديال الخلعه وشويه ديال الستريس وصافي. وخاص الانسان الناجح، الانسان اللي كيكونوا عنده الاعداء فهو كيكون اكثر حيطه وحذر. علاش؟ لانه عارف راسو الا وقعت له شي حاجه غيتشفاو فيه. فالله الا شفيت فينا وفيكم العديان ولا الناس اللي ما تبغيكم يا مولانا يا ربي، لا لي ولا لكم. تهلاو لي في ريوسكم. فاش غنخرج من عندهم غنكمل لكم الفيديو. خرجت هي هذيك غنكمل لكم الفيديو، ما خرجتش ما شفتوني ما شفتكم. عرفوني راني تلقاوني في مطار كازا. يا ربي يستر بسلاح ورحمه. المهم اختكم راه جايه غير بهاد لونسومبل ديال اديداس، التيشيرت ديالي والشورت وسبرديلتي، لانه صراحه هاد الايامات عندنا الحمان. ولكن اليوم تفاجات بالسحاب، راسي عرفتو كاع داك البابيليز اللي جبدنا في الدار وداك الزعت كامل مشى بالسحاب. غندخل عندهم من كوشه. يلا السلام عليكم. المهم جبرتوني يلا جيت. شوفوا اول شي القهوه صراحه اللي مشيت شربتها في هذيك البلاصه ديال السياح، خصي اسمها اسمها بورتا فيليسيا في ميلانو. خبطوني حتى انا قزت. تصوروا كاس ديال القهوه تجي 5 دائما كنشربوها هنا اورو 20 اورو 40 الى غلا ديك اورو 70. شربتو عندهم ب4 اورو قسما بالله. جابوا لي مالي واحد الطريف ديال كيكه شوكولا ديال البراونيز ب7 اورو. صدموني صراحه الاسعار. منين جيت كنرفد راسي بحال هكا في
في الشارع كنجبرهم لي زوطيل 5 ايطوال، وواحد لوطيل مسمينو اش كريستوفر ولا ما نعرف شنو. المهم ما علينا. غادي نكمل لكم القصه والموضوع ديال اللجوء. بالنسبه بزاف ديال الناس دخلوا عندي في التعاليق قالوا لي امي ما قفرتيها هاد المرحله، باطل هاد الفتره فهي فتره الترحيل، مشيتي فيها غادي يصيفطوكم كثار من ما مشيت فيه. انا غادي نزيد نبردكم وغادي نزيد نطمنكم، غنقول لكم بلي انا راه ماشي غير مشيت فيها، انا راه صافي مات ليا الحوت يا خوتي. شوفوا دابا يلاه غنعاود لكم لانني صراحه داك النهار منين خرجت ما كانش عندي الخاطر باش نصور. جيت نفسيتي متدمره، جيت كنبكي، جيت واخا هما صراحه تعاملوا معايا معامله زوينه وبزاف ديال المسائل وقفوا معايا صراحه. يا ربي راني حامدك قبول من عند مولانا. فين ما مشيت كنتلاقى مع ناس اللي كنحس انهم واقفين معايا، يعني مولانا كصفات لي ربي اشخاص اللي يساعدوني. ولكن المشكل الكبير صراحه كيف ما كتعرفوا القانون لا يحمي المغفلين، يعني القانون فوق الجميع. ولو انهم بغاوني، ولو انهم دخلت لخاطرهم، ولو انهم تعاملوا معايا معامله زوينه، فالقانون كيطبق على الجميع، يعني ما غاديش يعقلوا عليا في شي حاجه. المهم من داك النهار بعد شو قالي غنعاود لكم بالتفاصيل. راني ديجا صورت لكم الفيديو وبديت معكم وقلت لكم راني ماشيه نبسم الكوستوره وهذه وهذه وهذه. فدابا غادي نكمل معكم الموضوع. بالنسبه للموضوع، اول حاجه صراحه كاين اللي كيقول لي امي ما تهضريش في هذا الموضوع راه صعيب عليك. انا خوتي علاش ما نهضرش في هذا الموضوع؟ نهضر في هذا الموضوع. انا لست لاجئه سياسيه، انا لاجئه انسانيه، يعني انا طلبت فقط الحمايه الخاصه في هذا البلد، انني نحمي نفسي. علاش؟ لانه هنايا كيقدوا الناس يتعداو عليك، كيقدوا يظلموك، كيقدوا كاين اللي كيشم ريحه بيطان وكيجي باغي يهلهل عليك ما نعرفاش. فالانسان اللي كيعدل هنايا الحمايه الخاصه كيكون محمي من طرف الدوله، وان عنده الحق انه يتخذ الاجراءات في حق اي واحد هنا تعدى عليه. واخا صراحه انا الحمد لله عندي عامين وانا عايشه في هذا البلد، ما عمري ما دابزت مع الناس برا، ما عمري ما مشيت للكوميساريات، ما عمري ما شكيت بحد، ما عمر حد ما شكى بيا. يعني يا ربي حمدك حتى منين بصموني في اصابعي كامله والكف ديال الايدي حتى من هرا كيبصموكم. فكيف ما قلت لكم حتى منين بصموني من هنا شيان ما طلع لهم عندي لا وسخ لا مشاكل لا بروبليمات لا حتى شي حاجه، يعني انسانه سلميه ومسالمه. اول مره نمشي للكوميساريه ولا الكوستوره هي النهار اللي مشيت نبصم فيه فقط، عمري ما دخلت لشي بلاصه صراحه على حسب شي مشكل. المهم غنعاود لكم القصه. اول شيء منين دخلت صراحه باش نمشي نبصم كتدخل بحال هكا الكوميساريه ديال اللجوء، فكيفتشوكم كاينين بعد دوك الشرطه ديال التفتيش كيلودوك كامله. عرفتوا منين فتشوني داك التفتيش حسيت براسي تفكرت الايامات فاش جيت حارقه، لانه حتى ملي كنت جيت حارقه فاش كانوا كيطيحوا علينا المخزن ديال الحدود كانوا كيشدوني يلودونا سبرديلاتنا، يلودونا جيوبنا، راسك، زغبك، كلشي. فنفس الشيء اخوتي وقع لي ملي مشيت نبصم. جيابي دا كيديروا لك ديك لاباراي من اللور ومن القدام، ياك ما كرافده معاك شي حاجه خطيره، كاينين التركه اللي كيرفدوا معاهم المخدرات ودوك المسائل. فضروري ضروري ضروري بالفواي ضروري انكم تفايا وينبشوكم اي تصوروا السنسله حيت انا مشيت لابسه داك الشورت ديال اديداس، فالسنسله غير الحديد، السنسله ديال السروال ولا ديال الشورت كتزقي عليها ديال الطيطيد كيدير ايدو هناتي كيقول لك شحال عندك في الجيب. لو دو ما جبروا والو لي عال تشينتورا كتوسي تشينتورا زعما واش السنسله ديال الصنطه قلت لها صافي هذا ما كان. المهم قلبونا، منين قلبونا دخلونا لديك البلاصه واحد القاعه كبيره بديره بحال لافاك. فكرتني صراحه مولي في دوك الكراسه ديال لافاك فاش كنت كنقرا في لافاك، كيقعدوا كاملين صف ورا صف ورا صف، كتحسوا عنكم يا اما في لافاك يا اما في المحكمه. صافي قعدت فماتيا انا والزملاء ديالي اللي كانوا معايا في ديك المقابله، تمينا قاعدين صافي كيعيطوا على حسب الجنسيات. مثلا الجنسيه المصريه كيعيط، صراحه انا كنت جنسيه مغربي فعيطوا لي انا الاولى صراحه سابقهم هما كاملين. مشيت عندها عطيتها الفوتوكوبي ديال الباسبور وعطيتها الموعد، ورقه ديال الموعد لانني باش جايه عندهم انا. شافتها. المشكل اللي وقع لي صراحه واللي حطمني واللي خلاني نفقد الامل واللي خوفني
هو انهم شدوا مني الباسبور ديالي، يعني الباسبور ديالي سحبوه مني ولا محتجز عندهم، وقالوا لي الباسبور ديالك غادي يبقى هنا. هما صراحه طمنوني وقعدوا كيقولوا لي شي كلام، لا ما تخافي راه غيبقى غير عندنا، راه غادي نردوه لك، راه هادي. ولكن انا هو شوفوا، هو صراحه انا كانوا نصحوني ياسر من الناس، قالوا لي اميمه الا كنتي غتمشي تبصمي حاولي الباسبور ديالك ما تمديهش لهم، ما تعطيش لهم، قولي لهم طاح لك، قولي لهم تشرق لك، قولي لهم نسيتي في شي بلاصه. ولكن انا ما كنعرفش نكذب، انا فراسكم انا راني كنكذب شويه، الا كذبت انا على شي حد وكان داك الشخص متقابل مع وجهي غيبان له من ملامح وجهي انني كذبت عليه، ما كنعرفش نكذب نهائيا. والمشكله اللي فيا الثانيه هو انه اي حاجه واقعه فيا ولا في ذاتي كتبان لي على ملامح وجهي، يعني الا كنت فرحانه وضحكه غتشوفيها على وجهي، كنت حاسه بشي حاجه ولا مقلقه غتبان لك على وجهي، كنت محتاجه شي غيبان لك على وجهي، كل شيء خوتي كيبان لي على وجهي. عرفت عطاني مولانا واحد الفاتشه واحد الوجه اللي ما كتخزنش شي حاجه على الناس، بالعجله كنكشف. المهم المشكل اللي وقع لي صراحه فاش عطيت، انا عندي الباسبور دايه معايا في المحفظه ديالي اوكي، فالمشكل اللي وقع لي صراحه هو واحد، دعيته لمولانا راني مازال كان داير في الصباح وفي الليل، هو اللي خرج عليا الماكينه ديال الفوتوكوبي ديالو خاسره، خرج لي مشيت عنده باش يصور لي الباسبور فوتوكوبيات، داك الفوتوكوبي خرجهم ولكن سمرين لدرجه عن بحال دريك انا خلقت في العيون في مدينه العيون، فهما العيون ما شافوا دوك الحروف، ما شافوا ديك او اي ان او، فهمتوا؟ تاريخ الميلاد ديالي مالي ديك 12 11 ديك 12 ما ظهرت لهم كاع شنايا، ظهر لهم غير واحد اللي حدا الواحد ما عرفوا كاع شنو، يعني خرج لي الفوتوكوبي من التصويره ديال الباسبور كامله مضبه. فهي منين شدت هذيك المراه اللي خدامه في سميتها ديال اللجوء قالت لي شوفي يا اميمه التصويره ديال الفوتوكوبي هذه، قالت لي ما بايناش، عطيني الباسبور ديالك باش نسجل المعلومات الصحيحه. انا تميت متردده، كان عرفتي شنو راني كنقول مع قالت لي الباسبور، قلت لها الباسبور، قلت لها لا الباسبور ما كاينش، قالت لي فين هو الباسبور، قلت لها ما كاينش، قالت لي فين هو الباسبور، قلت لها ما كاينش، قالت لي كيفاش ما كاينش، فين هو الباسبور، قالت لي شوفي راه انا بغيت الباسبور باش نسجل المعلومات، ولكن هذيك راه غير هضره كيقولها، قسما بالله راه الا مشى حتى طاح لهم الباسبور في يديهم هزكم الماء ضربكم الضو. صافي المهم قالت لي نو اعطيني باش نسجل المعلومات وداكشي. انا ما عرفتش نكذب، قلت لها تسجلي المعلومات وتردي لي، قالت لي شوفي راه حتى الا شديناه وقبضناه راه ما تخافي من والو، حنا مناش كنخافوا طبعا، حنا اللاجئين ولا حنا الحراقه هنايا ولا حنا اللي ما عندناش لورا، كنخافوا من شي كويسره تشدنا الباسبور يقبضوه مثلا يصيفطوك لداركم، نهار ثاني يجيو يوقفوا لك يقول لك هزي الباليزه ويلا غنمشيو للمطار. علاش؟ حيت انت كتكوني عطيتيهم واحد الوثيقه باش انهم كتكوني انت عطيتيهم الضوء الاخضر وعطيتيهم الحق انهم يدوك في اي لحظه. فتصوري خوتي راه من داك النهار قسما بالله راه كان عندي الموعد يوم 2، اليوم راه 6 في الشهر، شحال 2 3 4 5 6، الموعد داز عليه 4 ايام ولا 5، وانا مازال في الصدمه، ما كنوكل ما كنشرب ما حتى شي حاجه نهائيا، كنسكن الجوع غير بكوكا ولا باناء. علاش؟ مخلوعه، كنقول في اي لحظه غادي يجي يدقوا على هذا الباب غيقولوا لي فلان الفلاني الباسبور ديالك يلا غادي تمشي. ما فهمتش انا علاش متخوفه من هذه المساله، خايفه. عرفتوا منين خرجت برا المصريين كامل اللي دازوا معايا في المقابله ما عطاوهمش الباسبور، قالت لهم ولكن زيرتهم راه خنقتهم، قالت لهم مازال عندكم مقابله ثانيه اللي هي غادي، حيت هذه غير بصمتوا فيها، مازال عندكم مقابله ثانيه اللي غتقولوا لنا اسباب اللي دفعوكم تجوا اللجوء، يعني علاش جيتوا، مش من بلاد دخلتوا، كيفاش وصلتوا، شحال عندكم هنا هذه. قالت لهم اللي عنده الباسبور في الدار من الاحسن يجيبو يسلموا، واللي ما عندوش غيمشي للبوليس يدير دينوتشا، يعني شكايه انه ضايع له. والكارثه الكبيره هي الا كنتي مطلعه باسبور في ايطاليا ومشيتي ديري دينوتشا غيطلعوك، لان راه ما غاديش يعطوك الشكايه ديال ضياع الباسبور، ولا غادي يعطوك موتيفو انك انت مضيعه الباسبور، باين غيطلعوك في السيتي، راه الا لقاو عندك بلي انت ديجا مطلعه الباسبور هنا راه ما غاديش يعطوه لهم. فهما اللي تحطوا في واحد الامر اللي هو صعب. انا ضحيت به، انا عطيته صراحه. علاش؟ لانني انا ما يمكنش لي نلعب مع الدوله، وما يمكنش لي نلعب مع القانون، وما يمكنش لي نكذب.
فيضتني ودرتها في يد مولانا. الباسبور بغيتيه هاكي، ها الباسبور اوكي عادي مصيري. داكشي اللي كاتب عليا مولانا غنجبرو. كتب عليا مولانا انني نقبض الوراق هنا سيا راه غنشد الوراق. كتب عليا مولانا يجوني يقولوا لي يلا غادي نمشيو للمغرب، راه غادي نمشيو للمغرب. داكشي اللي كاتب قسما بالله فراسكم. راه واحد الفتره كنت كنخاف، كنت كنقول لا انا الا دابزت مثلا والناس مشاو شكاو بيا، ولا انا شكيت بحد غيصيفطوني غيقولوا لي انت هنا كديري الكازينو. الكازينو يعني هي المشاكل والضيقات، غيقولوا لي انت هنا كديري الكازينو هذا غادي تمشي ما محتاجينكش حنا هنايا. فوصلت لواحد المرحله فريمون بمعنى الكلمه انني ما بقيتش كنخاف نهائيا، لدرجه انهم يجي يقولوا لي ما نعرفش واقع، نقول لهم نورمال عادي. ما كانت المساله ديال الترحيل ولا المساله ديال انني انا يصيفطوني للمغرب، ولا كانت المساله غير باش ندابز مع شي حد هنايا كانت كتخوفني. كنقول لا انا ما ندايقش في هذه البلاد، لان هذه البلاد الا دابزت غادي يسجلوني اليوم، يسجلوني غدا، ويسجلوني بعد غدا. صافي انا غادي نحرق الدوسي ديالي معاهم، غيولي يقولوا فلان الفلانيه مقيده عندنا كدير مشاكل هنا في الشارع ولا كدير مشاكل مع الناس. فدابا ما تليتش كنخاف صراحه نهائيا. عادي كتب عليا مولانا نمشي غنمشي، كتب عليا مولانا نقبض الوراق غنقبض الوراق. اللي كتبوا عليا مولانا انا راضيه به وراضيه بحكمك يا مولانا، وانت ما وصلتيني لهذه البلاد الا وعرفتي علاش. فانا الوجود ديالي في دوله ايطاليا ولا في هذه البلاد الا ومولانا كاين شي سبب، كاين شي سبب بوجودي انا هنايا، ماشي هكاك، ماشي هباء منثورا ولا ماشي على الخوا ولا. فهذا الشيء اللي كاين. المهم كيف ما قلت لكم شدوا لي الجواز. ملي شدوا لي الجواز قالوا لي مازال عندي جوج ديال المقابلات، مازال عندي الوحده ديال مازال عندي واحد المقابله ديال الاسباب علاش جيت ومنين جيت وكيفاش وعلاش وامتى ووقتاش وش من عام وهذه. ومازال عندي المقابله الثالثه اللي هي غيتحتم فيها المصير، يا اما غنشد ورقيه وباسبور يا اما غنتجمع انا الباسبور وغادي نمشي للمطار. هذا الشيء اللي كاين. اش بغيت نقول لكم ملي بالنسبه من خرجت برا صراحه المصريين اللي كانوا معايا كاملين انبوني ولاموني، قالوا لي امي ما كانش عليك تسلمي الباسبور ديالك، دابا انت الموضوع ديالك صراحه حساس. خلعوني، ولكن بغيتكم كاملين تنزلوا في التعاليق وتدعوا معايا ونخلوها على ربي. وهذا الشيء اللي كان مطولش عليكم الفيديو، تهلاو لي في رياسكم. السلام عليكم. ما تليتش قاده نتكلم والله.